السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو لسه لحد النهاردة ممكن يكون في ناس بتعمل عيش باللحمة بره، يعني في الفران بره أو الحواوشي. أنا عن نفسي بقالي سنين بعملها في البيت وبطريقة هي بس ممكن اعمل العجينه، او شكل الساندوتش هو اللي مختلف شويه. يعني ارجعوا بالفيديوهات القديمه هتلاقي الساندوتش غير دوت. بصوا بقى، عايزه اقول لكم العجينه كانت تحفه. هتشوفوها معايا دلوقتي. سموا كده بسم الله، صلوا على الرسول، حط اللايك ولو اول مره تشوفي قناتي. اشتركي معايا عشان اي فيديو انزله تتفرجي عليه. هنا انا بعد ما عملت العجينه للاسف نسيت اللي انا ما صورتش، ما اعرفش نسيت ازاي، ما اعرفش. حطيت لكم المقادير. طبعا هنجيب الدقيق وهنحط كيس خميره، رشه ملح، معلقتين سكر، ميه حسب لما العجينه تلم معاكي. وبعد كده في الاخر خالص بلمها بمعلقتين من الزيت، والمقادير مكتوبه عندك. هتقعدي تعجني من غير ما تقلقي خالص. ما تكتريش ميه، انت تحطي حبه حبه لحد ما العجينه تلم معاكي. وبعد كده لو لقيتيها لازقه في ايدك، يا اما رشه دقيق صغيره، لقيتيها لسه برضو حطي لها معلقتين من الزيت واعجني كمان عجنتين. وبعد كده سيبيها تخمر. زي ما انتم شايفين كده، انا هنا كنت بكور العجينه، عملتها على قد السندوتشات العيش باللحمه او سندوتشات الحواوشي، او ايا كان انت هتحشيه ايه. تمام. هنا كنت زي ما انتم شايفين كده، انا هنا شويه يعني كان في عجينه زياده، عملتهم زي قرص كده، هتشوفوهم في اخر الفيديو ان شاء الله. يعني كام قرصه كده بس. كانوا شويه، يعني كانت عجينه زياده، فانا قلت طبعا استغلها اعمل بيها شويه قرص كده، لو يحبوا ياكلوه مع الشاي بلبن مثلا بالليل او اي حاجه. زي ما انت شايفه كده، تقطعي بقى براحتك. عايزه اقول لك ان الطريقه ديت حلوه جدا. عملت الرغيف، يعني ايه، كنت بفرده الاول وبعمله بالنص كده، وبعد ما احشيه اقلبه النص التاني. بس الطريقه ديت برضو حلوه، حبيت ان انا اغير معاكم. لقيتها سهله مش اي حاجه. هنا دي العجينه دي كانت كبيره كده، عملتها كده زي الكروسو كده، ورحت لفاها وطلعت تحفه. هتشوفوها في الاخر عامله زي العيش الفينو. نفس طريقه العجينه، هي طريقه العيش الفينو عشان تبقوا فاهمين. بس ممكن انت بس يعني حاجه واحده بس، تكه زياده، اللي انت هتحطي فيها معلقه سمنه وانت بتحشيها، وانت بتفرديها هتعوصي ايدك زيت وتفردي بيها ان شاء الله. ممكن ابقى اعمل لكم العيش الفينو، انا كنت عاملاه على القناه قبل كده، بس ممكن اعمله لكم تاني بامر الله، عشان خاطر بقى المدارس وكده. الله المستعان، ممكن نعمله ان شاء الله حلقه حلوه كده بامر الله. هنا بقى بص، فردت العيش اهو، فردت العجينه ورحت لماها كده من الاطراف. زي ما انت شايفه من الاطراف تلمي. وبعد كده هتبقى عامله زي مش عارفه اسمها ايه، بقعه، مش عارفه اسمها ايه كده. زي ما انتم شايفين كده، هتروحي انت يا اما عايزه تفرجيها بايدك افرجيها. طبعا انا عشان انجز عملتها بالبلانشه. زي ما انتم شايفين كده. سمي بس بسم الله، طول ما انت شغاله هتلاقي كل حاجه طلعت معاكي سهله وبسيطه، مفيهاش اي افتكاسات. كل حاجه سهله ان شاء الله. صلوا على رسول كتير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واهلا بكل الجديد اللي اشتركوا عندي في القناه. نورتوني شرفتوني، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم بامر الله. هعمل كل العجينه كده زي ما انتم شايفين. انا بس عملت معاكم قدامكم اتنين عشان خاطر ما اطولش عليكم. انتوا يعني عرفتوا الفكره، اللي ما يعرفش يعني. طبعا كلكم زي السكر وشاطرين ما شاء الله عليكم. كلكم ستات بيوت ما شاء الله. بس انا في ناس ما بتعرفش تعمل عيش باللحمه في البيت او الحواوشي، بس فدوت ليهم. بس كده. فهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بفرد، ولو حته فتحت منك بتروحي لما العجينه بايدك من غير اي خوف، من غير اي قلق. تمام. عايزه بقى تحطي في الصينيه رشه دقيق، انا بحط عن نفسي رشه دقيق. عايزه تحطي رشه زيت، اي ماده دهنيه برضو براحتك. انا استكفيت برشه الدقيق. هقول لك ليه. لان لما بينزل صوص اللحمه المفرومه، لو نزلت صوص او حاجه، اللهم صل على النبي، بتلزق في الصاج. فانا بحط دي عشان ما يلزقش، لان اللحمه المفرومه ساعات بتنزل صوص كده او الزيت بتاعها، عشان بيبقى فيها دهون طبعا. فعشان كده بحط دي. هنا انا عملت الوش بميه وفرشه، يعني فرشه كده وكوبايه فيها ميه وكده وتغوصي. ولا حطيت زيت ولا حطيت بيض ولا حطيت سمنه ولا حطيت اي حاجه. اللون اللي انتوا شايفين دوت برشه من الميه بس كده، مش اكتر. تمام. عايزه اقول لكم بقى، حط اللايك كده عشان السندوتشات التحفه دي بجد، اقسم بالله طعمها تحفه. عايزه تحطي فلفل اخضر مع الخضره، يعني اللحمه المفرومه انا عملتها طبعا كلنا عارفين. هتجيبي اللحمه تحطي عليها بصل كتير، كتري بصل كده 3 4 كده،
وطبعا مع البهارات، مع البقدونس، وتكوري طبعا على قد العيش بس كده. هنا كنت لسه مطلعاه مش عارفه افتحه من كتر ما هو سخن جدا، كنت لسه مطلعاه من الفرن. بس حبيت اوريهولكم ودقته معاكم بجد والله العظيم مش بجامل والله. الحمد لله يعني طلع تحفه المره دي اكتر من اي مره تانية انا عاملاها على القناه على فكره. خشوا شوفوا الفيديو القديم في الحقيقة على قناه زي الحياه مع امر تلكون، هتلاقوه برضو نفس الطريقه بس بشكل تاني، بس برضو كان طالع تحفه اكنك بتاكلي عيش فيهم طبعا محشي لحمه مفرومه. هنا الحتتين العجينه اللي كانوا زياده معايا بصوا طالعه مورقه ازاي، يعني عامله كده زيني، عملت كذا كذا قرصه كده، قلت ايه يعني ياكلوهم كده بالليل بس مع شاي بلبن. طريه وهشه جدا، والعامل زي شكل الكورليسو دوت او دوت بقى في الفرن، الباقي ده في الفرن بيقب، شايفين العيش بيقب ازاي. هقول لكم هوريكم بقى اللي هو اللي عامل زي العيش الفينو دوت طالع تحفه، ومن جوه كده مش عارفه اهي دي دوت عامل مش عارفه اسمه اللبلابه ولا ايه اللي من جوه، زي اللي شايفينه بالظبط. فالف هنا وشفا اللي هيجرب الطريقه بتاعتي بجد هتعجبكم جدا. وحط لايك وصلي على الرسول واكتبي لي كومنت حلو عشان يشجعنا ان انا استمر معاكم بامر الله. بصوا هنا انا كنتش عارفه افتحها عشان سخنه جدا وانا ماسكه الموبايل، فجانا هنا ماسكه التليفون ورحت بقى فاتحاها معاكم اهو. بصوا من جوه عامل ازاي ومورق، وبصوا وهاش جدا من جوه، ما فيهوش اي حاجه خالص. العجينه واحده، والعيش الفينو هيطلع نفس الطريقه. لو انتوا عايزين نعمله لكم بامر الله اكتبوا لي في الكومنتات. إيه وبس كده الموضوع سهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي صعوبه. اي حد يقدر يدخل المطبخ يعمل كل اللي نفسه فيه من غير بقى ما تنزلي فرن وتقعدي بقى تعملي في الفران. وسيبتكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.